وحشتوني قوي. اللي أول مرة يشوفني أنا رغدان. ايه رأيكم في الفيديو النهاردة نعمل حاجة حلوة ساقعة كده عشان الحر ده؟ حاجة حلوة تقليدية بنحبها من واحنا صغيرين ولغاية دلوقتي كمان. عمرها ما بيروح عليها زي حلويات كتير بتطلع فترة كده وخلاص بننساها. تعالوا نعمل الرز بلبن الكريمي المظبوط بالسنتي. هيطلع معاكم ناجح قوي حتى لو أول مرة هتعملوه، وكمان احلى من اللي بنشتريه من بره وانضف واوفر. تعالوا اقول لكم انا عملته ازاي، بس يا ريت الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. اول حاجه انا استخدمت نص كوبايه رز مصري مغسول. بدايه كده لازم تعرفوا ان على كل لتر لبن او كيلو لبن هنستخدم نص كوبايه رز. يعني مثلا لو هنستخدم لتر ونص لبن، يبقى هنحتاج كوبايه الا ربع من الرز المصري المغسول. غسلت نص كوبايه الرز وحطيت عليها كوبايتين ميه. هنقلبها كده عشان الرز ما يبقاش مكلكع في بعضه، وهنسيبها لغاية ما الرز يتشرب نهائيا على نار هادية، ان هو يبقى مستوي كويس قوي قوي، ان هو ما يبقاش مفلفل لا زي اللي بناكله، لا يعني مستوي كويس قوي. بعدين هنضيف اللتر لبن، واول ما يسخن جامد قوي قبل ما يغلي هنحط كوباية الا ربع سكر. مقدار السكر ده هيبقى مظبوط زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. طبعا عايزين تقللوا براحتكم ممكن تقللوا، وطبعا كل شوية هنقلب على نار هادية. في الوقت ده بقى هنجيب نص كوباية لبن، طبعا لبن يكون بره التلاجة، وهنحط عليه كيس كريم شانتيه. طبعا برضو الكيس كريم شانتيه بيبقى عليه بيبقى فيه سكر. وهنحط معلقة ونص نشا، وهنقلب كويس قوي قوي عشان يدوب كويس، وهنركنه على جنب. طبعا احنا بنقلبه باستمرار على نار هادية كده. بعدين اول ما يبتدي يغلي هنحط اللبن اللي محطوط عليه الويبنج كريم والنشا. بعدين بقى احتياطي هنقلب بالويسك عشان مفيش اي حتى كلاكيع بسيطة. هنحط كام نقطة فانيليا او كيس فانيليا، وهنفضل نقلب على نار هادية لغاية ما يغلي على الأقل دقيقتين أو 3 عشان النشا تستوي. بصوا القشطة اللي فوق الوش، مجرد بس ما سبته أقل من دقيقة، يعني عقبال بس قبل ما أغرفه، بصوا عمل طبقة قشطة. ده من الويبنج كريم اللي احنا حطيناها، بيخليه كريمي قوي. هنبتدي بقى نحطه في الأطباق، وبعدين بعد ما نغرفه هنسيبه يهدى خالص. واول ما يبرد خالص نهائيا، ما ينفعش نحطه سخن او نغطيه سخن. هنغطيه لو الاطباق ليها غطيان هنغطيه، لو ملهاش هنغطيه بستريتش راب، وهنحطها. ده كان قبل ما يتحط في التلاجة. وده كده بعد ما سقع بجد يجنن. زوقوه بقى زي ما انتوا عايزين، حطوا عليه جوز هند، زبيب، مكسرات. ما تحطوش، احنا بنحبه سادة اكتر حاجة، هو مش محتاج اصلا يتحط عليه حاجة. بجد يجنن خطير. هيطلع معاكم بيرفكت مظبوط في كل حاجة، كريمي جدا. انا متأكدة ان انتوا هتعملوا على طول بالطريقة دي، وبالذات لو مشيتوا على المقادير اللي انا قلت لكم عليها بالظبط هيطلع معاكم بجد بيرفكت. انا مش هقول لكم برضو يا ريت تجربوه، انا هقول لكم لازم تجربوه لان انا متأكدة هيعجبكم جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب او اشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وتدوسوا على الجرس اللي جنب كلمة اشتراك، وتختاروا اول او الكل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن او اشعارات باي فيديو جديد انزله. بحبكم قوي قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.